السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم علي في قناة تعليم سواقة اللودر للمبتدئين. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن شوية اسرار في اللودر. لو انت معرفتش الاسرار دي في اللودر، والله اللودر ما هيشتغل معاك. لازم تعرف الاسرار دي علشان تشغل اللودر على طول، علشان محدش يضحك عليك لما تيجي تشغل اللودر مرضاش يشتغل معاك، خصوصا لو انت لسه مبتدئ. وعشان ما اطولش عليكم، ان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. اول حاجة معانا يا شباب سكينة اللودر. سكينة الكهرباء. لو قفلت سكينة الكهرباء وجيت تشغل اللودر مش هيرضى يشتغل معاك اللودر. انا هوريك سكينة الكهرباء دلوقتي علشان تبقى عارفها. هتفتح العلبة دي كده اهو، كده كده سكينة اللودر قفلت. لو جيت تشغل اللودر بالمفتاح اللودر مش هيرضى يشتغل معاك، فانت لازم تفتح سكينة الكهرباء بتاعة اللودر اهي. تمام كده يا شباب، يبقى احنا عرفنا دلوقتي سكينة الكهرباء بتاعة اللودر. تمام كده. لو سكينة الكهرباء مقفولة اللودر مش هيرضى يشتغل معاك. تاني حاجة يا شباب، لو الغيار ده كده معمول كده اللودر مش هيرضى يشتغل معاك اهو. بص كده اهو، اللودر مش راضي يشتغل. لو انت مبتدئ وجيت تشغل قدام الناس هتضحك عليك، هقول لا ده مش سواق. انت هتاخد بالك من الغيار ده كده اهو، ترجع الغيار على التموير هيشتغل معاك. تاني حاجة برضو في غيارات هنا اهي. لو جيت ده كده الغيار لقدام، لو ده كنت معموله لقدام كده وجيت تشغل اهو، بسم الله نفس الطريقة اللودر مش راضي يشتغل. طب لو رجعت الغيار اهو هتيجي تشغل اهو، اللودر اشتغل معاك. اللودر اشتغل معاك. تمام كده يا شباب، يبقى احنا عرفنا الغيار ده لو كان الغيار كده اللودر مش هيرضى يشتغل معاك. لازم تخليه على التموير، لازم تخليه على التموير. وهنا نفس الطريقة برضه، لو الغيار كان كده على الاول ما يرضاش يشتغل معاك، على قصدي على المشي لقدام مش هيرضى يشتغل معاك. تالت حاجة معانا يا شباب فرامل اليد. فرامل اليد بتاعة اللودر، لو الفرامل مشدودة كده اللودر هيشتغل معاك بس مش هيرضى يمشي. في موديلات اللودر ما بيرضاش يمشي. تمام كده، فلازم تتأكد من فرامل اليد بتاعة اللودر. تمام كده يا شباب. في برضو معانا حركة اوتوماتيك في السكينة. الحركة دي هذه الزرار بتاعها. هنشغل اللودر ونشوف الزرار ده بيشغل اوتوماتيك ازاي، خصوصا لو انت بتتكلم في التليفون كتير او مثلا مش فاضي، ايدك مشغولة التانية. هنشغل كده ونشوف. هترفع السكينة، هترفع السكينة على المستوى اللي انت عايزه. هترفع السكينة على المستوى اللي انت عايزه. تمام كده يا شباب. هتيجي هنا ضغطة كده خفيفة اهو، ضغطة كده خفيفة وهتنزل بالسكينة. هتيجي هنا وتروح عامل دي كده. السكينة بترفع لوحديها اهي. السكينة بترفع لوحديها على المستوى المطلوب، على المستوى المطلوب. تمام كده يا شباب. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنظبط السكينة على المستوى اللي احنا عايزينه. تمام. وهنيجي هنا ونروح ضاغطين ضغطة كده خفيفة، ونيجي هنا ونروح عاملين كده اهي. السكينة هترفع معاك اوتوماتيك اهو، زي ما انت شايف السكينة هترفع معاك اوتوماتيك. تمام كده يا شباب.
يبقى احنا عرفنا الاسرار دي بتاعة الشغل. معانا برضو لو انا شغال مثلا، لو انا شغال لما باجي بعد ما اخلص شغل بركن اللودر، لو انا رفعت السكينة كده اللودر ممكن يمشي معاي لا قدام اهو على علامة التمويرة التمويرة. لو انا رفعت السكينة عن الارض اللودر بص هيمشي معايا اهو بيمشي معايا اللودر بقى. فانت اسلم حاجة علشان اللودر بالذات لو في مطلع او في حاجة يعني لازم توقف السكينة على الارض كده، تخليها على وش الارض علشان اللودر ما يجريش منك. لا تخليها دقرة في الارض قوي علشان العجل والكاوتشات ما يبوظ، ولا تخليها مرفوعة قوي. انا هنزل اوريك دلوقتي السكينة على وش الارض ازاي. الحمد لله شايف اللودر اهو، انا مبطل اللودر واللودر اتحرك ازاي من مكانه شايف. فلازم تحمل السكينة على الارض كويس ما تخليهاش دقرة في الارض وما تخليهاش مرفوعة. ليه؟ علشان اللودر ما يجريش منك. لازم تخلي السكينة كده على وش الارض علشان اللودر ما يجريش منك. شايف اللودر على مطلع ازاي اهو، حتة عالية وحتة واطية. فانت لما هتوقف ترفع السكينة اللودر ممكن يجري منك، يخش في اي حاجة، ممكن يعور حد، ممكن لا قدر الله تحصل مشاكل. فالاسلم حل ان انت تخلي السكينة على الارض كده على وش الارض، متخليهاش لا مرفوعة جو ولا نازلة جو، هتخليها كده مظبوطة على الارض علشان اللودر ما يجريش منك. يبقى احنا عرفنا النهاردة سكينة اللودر لو مقفولة اهي، لو مقفولة السكينة اللودر مش هيرضى يشتغل معاك. وعرفنا الغيار بتاع اللودر برضو لو لقدام اللودر مش هيرضى يشتغل معاك، مش هيرضى يشتغل معاك. وعرفنا برضو الغيار ده لو لقدام كده اللودر مش هيرضى يشتغل برضو معاك. وعرفنا فرامل الايد لو مشدودة اللودر مش هيرضى يمشي معاك وممكن تحصل مشاكل. وعرفنا برضو يا شباب الزرار ده بتاع سكينة اللودر تمام كده. عرفنا زرار سكينة اللودر ازاي تشتغل اوتوماتيك. ان شاء الله ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب وما تنساش تشترك في القناة، ويا ريت تقول لي رأيك ايه في التعليقات، او تحب الفيديو الجاي ان شاء الله يكون عن ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.